عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج صورة التقوى. وبنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن حفني وفنحاس. احنا صحيح متعودين في كل الحلقات السابقة ناخد شخصية واحدة، لكن النهاردة الشخصيتين اللي هنتكلم عنهم هم شخصية واحدة، يعني الاثنين زي بعض تمام، بينطبق عليهم نفس الكلام، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. استمع معي إلى بعض الآيات التي قيلت عن حفني وفنحاس في صموئيل أول أصحاح 1. تقول كلمة الله في عدد 3: وكان هناك ابنا عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب. يعني حفني وفنحاس الاثنين كانوا كهنة للرب. لكن استمع أيضا إلى ما قيل عنهم في أصحاح 2 من عدد 12: وكان بنو عالي بني بلعال لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب. كلما ذبح رجل ذبيحة يجيء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومنشال ذو 3 أسنان بيده، فيضرب في المرحضة أو المرجل أو المقلة أو القدر، كل ما يصعد به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه. هكذا كانوا يفعلون بجميع إسرائيل الآتين إلى هناك في شيلو. كذلك قبل ما يحرقون الشحم يأتي غلام الكاهن ويقول للرجل الذابح: أعطي لحما ليشوي للكاهن، فإنه لا يأخذ منك لحما مطبوخا بل نيئا، يعني نيئا. فيقول له الرجل: ليحرق أولا الشحم ثم خذ ما تشتهي نفسك. فيقول له: لا، بل الآن تعطي، وإلا فآخذ غصبا. اسمع ماذا يقول الرب عن خطية حفني وفنحاس: فكانت خطية الغلمان عظيمة جدا أمام الرب، لأن الناس استهانوا تقدمة الرب. أخيرا نقرأ آية في عدد 22 من أصحاح 2: وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل. اسمع الكلمة المؤلمة الصعبة دي: وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. خلاصة القول أن حفني وفنحاس ربنا أنعم عليهم وميزهم بامتيازات متعددة، لكن بكل أسف لم يستفيدوا منها على الإطلاق. ربنا حباهم إنهم هم أولاد عالي الكاهن. عالي كان الكاهن الأعظم في ذلك الوقت، كان رئيس كهنة، كان شخص مقدر، شخص ليه تقديره واحترامه. صحيح كان في بعض السلبيات في حياته، لكن كان كاهنا تقيا. مش بس كده، لكن كمان أولاد عالي هم نفسهم حفني وفنحاس كانوا كهنة. ونفهم كده من الأصحاح الأول كما قرأنا أن كان هناك ابنا عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب. يعني مش بس أولاد كاهن، لكن هم كمان كهنة. لكن بكل أسف شيء محزن للغاية، نقرأ عن حفني وفنحاس الكهنة وأولاد عالي الكاهن إنهم عملوا أمور لا تليق تماما، لا تليق بكهنة ولا تليق بأولاد كهنة إطلاقا. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا الشخص اللي جاي يقدم ذبيحة كانوا بياخدوا منه بالغصب كده غير اللي المفروض ياخدوه. يعني ذبيحة السلامة على سبيل المثال كان الكاهن ليه نصيبه، والرب أولا ليه نصيبه، والكاهن ليه نصيبه، ومقدم الذبيحة الشخص اللي هيقدم الذبيحة ليه نصيبه. هم كانوا بيعملوا إيه؟ ما كانوش يرضوا بالقسم بتاعهم اللي يخصهم ككهنة، مع أنهم ليهم جزء في الذبيحة ما كانوش يكتفوا بيه. اسمع ماذا يقول الكتاب: كلما ذبح رجل ذبيحة يجيء غلام الكاهن عند طبخ اللحم
ومنشال ذو 3 أذنان بيده، حاجة كده في إيده عشان تطلع اللحمة، فيضرب في المرحضة أو المرجل أو المقلة أو القدم، كل ما يصعد به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه. واخد بالك؟ يعني حرامية، شغل نصب، مع أنهم بصفتهم كهنة المفروض يكونوا عارفين إيه اللي ليهم واللي عليهم، عارفين إيه الحاجة المسموح بيها والحاجة الممنوعة، لكن بكل أسف لم يحترموا شريعة الرب. عشان كده الرب قال عنهم عبارة صعبة، لأن الناس استهانوا تقدمة الرب. يعني هم ما احترموش المبادئ الإلهية، وبالتالي الناس كمان استهانوا بتقدمة الرب. الناس احتقرت الشريعة بسبب أولاد عالي حفني وفنحاس. مش بس كده، لكن في شيء أمر من كده. إيه أمر من النصب والاحتيال اللي كانوا فيه؟ الأمر من كده أنهم كانوا بيعملوا خطية النجاسة عند باب خيمة الاجتماع. كلمة بصراحة لولا ما أنها ذكرت في الكتاب ما كان خادم يجرؤ على الإطلاق أن ينطق بها. أنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. يعني نقدر نقول أنه أبناء علي الكاهن كانوا بيصنعوا أشر الفجور في أقدس الأماكن. تخيل معايا، في باب خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع كانت أقدس مكان في ذلك الوقت. تخيلوا الكهنة دول بيعملوا أنجس الشرور في أقدس الأماكن. بالمناسبة دي يا عزيزي المشاهد، عايز أحط قدامك مقارنة سريعة. إنه في ناس بتقول إنه أنا لو رحت مكان كويس أبقى كويس، ولو رحت مكان وحش أبقى وحش، والكلام ده مش مظبوط إطلاقا. ليه؟ لأنه ممكن إنسان يكون ليه علاقة حلوة بربنا ومن جوه قلبه شبعان بالرب، ويروح مكان مش كويس بس هيفضل هو كويس. عارف لو عايزين ناخد مثال لكده مين؟ دانيال مثلا والفتية ال3 اللي كانوا معاه. دانيال والفتية ال3 عاشوا أقدس حالة رغم أنهم عاشوا في أنجس مكان، وهو بابل اللي الرب اتخذها مثالا للوثنية. بابل الزانية العظيمة كما يسميها في سفر الرؤيا. إذن في أنجس مكان عاش دانيال ورفقائه في أقدس حالة. لكن بالنسبة لأولاد عالي بكل أسف أقول والألم يملأ قلبي أن أولاد عالي الكاهن في أقدس مكان عاشوا أنجس حالة، أنجس حالة، وأفظع الشرور ارتكبت في خيمة الاجتماع. وده بفكرني بناس يمكن مش كتار بس موجودين. في ناس لغاية النهاردة بكل أسف بيخدموا ربنا زي أولاد عالي. أولاد عالي كانوا كهنة. الشيء الغريب إنهم كانوا كهنة بس كانوا حرامية. كانوا كهنة لكن كانوا عايشين في النجاسة. أتعلم إيه من دي؟ إن ممكن واحد يدخل الخدمة مش لأنه بيحب ربنا أو مش لأنه بيحب النفوس، لا، لكن يدخل الخدمة على أنها وظيفة، يتوظف أنه يبقى خادم، وبكل أسف بيفشل في الخدمة. بكل أسف بدل ما يكون سبب بركة للناس اللي بيخدمهم بيكون سبب مصيبة ولعنة وعثرة لمن يخدمهم. وده اللي حصل مع أولاد عالي. بسبب شر أولاد عالي الناس استهانوا تقدمة الرب. أخي الحبيب، بصفة خاصة يا من تخدم الرب، هل أنت سبب بركة لمن تخدمه؟ أم أنك سبب عثرة لمن تخدمهم؟ هل أنت سبب بركة لكل من يحيطون بك، ولا أنت سبب بعد عن الرب للناس اللي حواليك؟ دايما بفتكر يوسف ويونان. يوسف قيل عنه بارك الرب بيت المصري بسبب يوسف، لكن يونان قالوا عنه النوتية بسبب من هذه المصيبة علينا. يوسف كان سبب بركة لبيت فوطيفار،
ويونان كان سبب مصيبة لكل اللي كانوا معاه في السفينة. وأنت يا أخي المشاهد، هل أنت سبب بركة لمن حولك؟ هل سبب بركة لأولادك وجيرانك وزمايلك في الشغل؟ ولا أنت بكل أسف زي يونان اللي كان سبب مصيبة للي حواليه؟ أخويا الغالي، اسمح لي أكلمك رسالة ممكن تكون صعبة وممكن توجعك، لكن رسالة من الرب وبعلنها ليك من قلب محب ليك. هل أنت تخدم الرب؟ إن كنت بتخدم ربنا راجع الدوافع اللي بيها بتخدم ربنا. هل أنت فرحان إن أنت اسمك خادم؟ طبعا شرف كبير ليا وليك إن احنا نكون خدام، لكن السؤال هل بتخدم الرب من القلب؟ وهل بتخدم الرب حبا في الرب ولا حبا في المصلحة؟ حبا في الرب ولا حبا في المادة؟ أرجوك راجع نفسك. ولو كنت إيمانك بالرب مش إيمان حقيقي ومن غير توبة، أرجوك راجع نفسك وتوب توبة حقيقية وسلم حياتك للمسيح قبل ما يجي يوم وتنكشف. هيجي لك يوم ويكشفك قبل ما ربنا يكشفك على الملأ. تعال أنت واكشف نفسك قدام الرب، قول يا رب توبني عن كل خطية، خلصني من كل شهوة ردية، ادخل حياتي وغير قلبي. وأنا أعدك يا أخي العزيز من سلطان كلمة الله إن الرب هيغيرك وهيعمل فيك معجزة عظيمة، هي أنه يغير قلبك وفكرك وحياتك ويضمن لك مصير رائع مع شخصه المبارك في بيت الآب. وإلى اللقاء في حلقة أخرى والرب معك.